اما هذاك فهذا ذكر. آه، اجتمع عليه كثير من الرقاه واجيز. نعم. انت سالتني سؤال جدا حساس وما احد سالني هذا السؤال ابدا، ولكن خلاص طالما انت سالتني فراح اكون صريح معكم الجميع. اسمح لي بس أدعي لك الأول، لأن أنا بحبك من القلب للقلب والله. أنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك الفردوس الأعلى، وأن يبارك لك في صحتك، وأن يبارك لك في أولادك، وأن يحفظك الله عز وجل بحفظه. امين، ولك آمين. بالمثل ابو محمد، يبارك فيك وكل من يحضرنا. الله يكرمك يا شيخ فهد، أحبك لله في الله. مش ما أطولش عليك إن شاء الله. والله أنا عندي 3 أحلام سرعة جدا. مش هطول عليك خالص يعني. أول حاجة، أخويا شاف إن هو يؤذن في المنام ويشرب شيء جميل، ما يعرفش هو إيه. ما شاء الله تبارك المنام الرحمن. الثاني، نعم، هذا المنام على طول بعطيك اياه. هذا المنام يبشره هو بقرب وتقرب الى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يدل على رزق يكتسبه وشفاء اذا كان يعاني مشكله صحيه، شفاء ورزق وتقرب وقربة الى الله سبحانه وتعالى، وانتصار على ظالم متسلط. نعم. إن شاء الله. الرؤية الثانية يا شيخ أعزكم الله، أمي رأت في المنام إن أخي هذا اللي هو كان بيؤذن ده من فترة كبيرة كان أعزكم الله يتبول على أبيه، على مين؟ على على والده، أبوه. على ابوه. هو اخوك من الام آه. ولا شقيق لك انت؟ شقيق شقيق. شقيق. هو اتعب الوالد قبل فتره، تعب الوالد من هذا الاخ، اتعبه شوي. صح، مغلبنا شوية يعني، بيقفل على نفسه كتير، ما بيسمعش الكلام. نعم، هذا المنام يدل على انه هو متعب الوالد شوي، ويدل كذلك على انه ربما تتغير احواله بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وربما دعوه مستجابه او قرب الى الله ينهي كل المشاكل اللي هو فيها. نعم. الله يكرمك يا شيخ فهد. آخر حاجة بقى إن شاء الله، إنني أنا اللي رأيت في المنام شخص مألوف الوجه ليا، جه في المنام، وكان أنا كنت قاعد معاه أنا وأبويا وأخويا، بس في المنام أنا كنت عارف هو هيقول إيه. وهو قال لأبويا أنت هتجيب لأخويا الأصغر عربية ب40,000، وليا أنا عربية ب175,000. شكرا. نعم. وقع هذا خلاص. المنام ولا ما وقع؟ لا، ما وقع. لان الوالد ما يستطيع ان ياتي بمثل هذا المال، صحيح؟ صحيح. يبدو ان الوالد يميل لك انت اكثر، يميل لك اكثر صح. لعدة صحيح. أسباب. نعم، لعدة أسباب. خلني أسألك سؤال، إذا كان نعم أو خلاص انتهت الرؤيا. الوالد الآن عرض، أنا تحت أمرك يا شيخ. نعم، الوالد عرض سلعة أو بضاعة أو أرض أو شيء للبيع، أو يفكر ببيع شيء يخصه. لا، هو بالفعل يعني خلص نهاية الوظيفة بتاعته وطلع المعاش، وياخد المكافأة بتاعت نهاية الخدمة. فالمكافأة دي بيصرفها على أخويا في إن هو يجهز له شقته وكده ويجوزه. نعم، لأنه أنا رأيت في المنام أن الوالد يبحث عن مال عشان يسوي فيه شيء، وكنت بقول لك في مال ربما يحصل عليه الوالد، صح. هذا هو. نعم، ربما هذا المال اللي عن نهاية المعاش سيحصل عليه، وراح يستفاد من هذا المال، راح يستفاد منه، وربما يبقى منه شيء فائض، والله أعلم. نعم. الله يكرمك يا شيخ. إلى الأحلام انتهت. آخر حاجة نصيحة، عشان أنا دايما الحمد لله والشكر لله بفضل الله عز وجل الله أكرمني إن الرقية بتاعتي بتكون مؤثرة، بس أنا برقي بس أبويا وأمي وأهلي بس. فأنا كنت برقي أمي في مرة من المرات، كان في أسفل الظهر ناحية اليمين فيه ألم، فرقيتها في اليوم الأول الحمد لله اختفى، ولكن ظهر في أسفل الظهر في الناحية الشمال تاني يوم، فرقتها فظهر في أسفل الظهر في النصف في تالت يوم،
فأقسمت بالله، قلت والله العظيم إن الأذى ده لو ما راح لهقرأ بنية الحرق، أيا كان بقى الأذى ده شيطان جن، فهقرأ بنية الحرق. فلما قرأت الحمد لله اختفى الأذى ده وما عادش موجود الحمد لله. فهل ده ممكن يأذيني، أو ولا أنا عملته ده غلط، ولا ما عملش كده؟ أنت سألتني سؤال جدا حساس، وما أحد سألني هذا السؤال أبدا، ولكن خلاص طالما أنت سألتني فراح أكون صريح معكم الجميع. طبعا الراقي والمرقي عليه، وكأنه المرقي عليه خاصة إذا كان فيه عارض من الشياطين من الجن، يفهم ويعرف وش نية الراقي، وش ينوي عليه، وخاصة إذا تحدث، لأن القرين يخبره أصلا إذا ما تحدث، وليس بعلم الغيب، إنما قرناء يخبروا بعضهم بعض. مرحبا تهاني. لكن في مثل هذه الحالة اللي أنت ذكرتها أخوي أبو محمد، أنه أنا كراقي أهدد هذا الشيطان المتربص أو العنيد في هذا المكان، أنه أنا وأقرر هذا الشيء وأنويه وأعزم عليه، أنه في حال أني أنا أقرأ عليه بكرة لمدة 10 دقائق مثلا، أو أحط حد معين، أو رقية واحدة فقط، جلسة واحدة، فإن أبى تماما فأنا راح أحبسه بقدرة الله سبحانه وتعالى. فيه ذكر دائما نقول احنا كرقة: بسم الله حبس وحابس وحجر يابس. هذا إذا أو حجرا محجورا وحجرا محجورة، هذه آية في سورة الحجرات. فالآية وحجرا محجورة هذه آية، أما هذاك فهذا ذكر أجتمع عليه كثير من الرقاه وأجيز. نعم. لكن ثم أبدأ بالرقية بنية حرقه، وأنا قد أخبرته بأنه أنا سوف أحرقك في حال أنه والله أن أصبح عنيد، خلاص أنا ما راح أسكت، بستمر عليه بآية الكرسي حتى يحرق تماما. فنعم، ربما يستجيب ويخرج قبل ذلك ويغادر المكان نهائيا خوفا من الحرق، وبعضهم لا، يكون عنيد فعلا فيستمر حتى يحرق. أنت كذا ما تؤذى ولا عليك خلاف ولا عندك أي مشكلة أبدا، استمر بهذا الحال، ولكن دائما تحصن قبل لا تبدأ في أي رقية، تحصن وحصن من حولك بما بقول لك الآن. أعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين وأن يحضرون. حصنت نفسي وزوجتي ووالدي ووالدتي وكل من تذكرهم برب الفلق من شر ما خلق، حتى آخر الآية. حصنت نفسي برب الناس من شر الوسواس الخناس، حتى آخر الآية. ثم تقول تحصنت بلا إله إلا الله وتوكلت على الله ولا حول لي ولا قوة إلا بالله. ثم ثقة تامة، وحط اليقين اللي يكون من أعماق القلب أنه أبدا إذا حدث أمر وانتصرت على هذا المؤذي من الشياطين فهو فقط بقوة الله سبحانه وتعالى، وليس بقوتي أو بنطقي أو بفعلي أو بقبضتي أو بأي أمر من الأمور، إنما هذا توفيق بحت من الله سبحانه وتعالى. نعم يا محمد، الله يقويك.